ورحمة الله وبركاته. أصدقائي في قناتكم أطباق لذيذة. دلوقتي هنقدم فطيرة التفاح، وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. السلام عليكم أصدقائي في قناتكم أطباق لذيذة. النهاردة هقدم لكم طريقة عمل الأبل باي، فطيرة التفاح. هيبقى معايا 250 جرام دقيق كل الأغراض ويكون منخول، ومعايا 120 جرام أي دهون سواء شيرتون أو زبدة، بس تكون مثلجة عشان لو ما كانتش مثلجة هتعجن، مش هتبقى تعمل الحبيبات اللي احنا عاوزينها. وكمان كمية الزبدة او الدهون بتبقى نص كمية الدقيق عادة لو حابين تضعفوا. ومعانا كمان 75 ملي مية متلجة، عليهم نص معلقة ملح وواحد معلقة سكر، ومعانا بشر ليمون. وكمان بالنسبة للحشوة هيبقى معانا ست كوبايات من التفاح المتقطع، وعليهم نص كوباية من السكر البني على الابيض، الاتنين مخلوطين على بعض، ومعلقة قرفة، وربع معلقة ملح، ومعلقة واحدة قرفة، ومعلقة ليمون علشان التفاح ما يسودش، ورشة فانيلا للوجه، مع صفار بيضة وحليب معلقتين وسكر معلقة، دول للوجه لتغطية الوجه. هنبدأ بقى ننزل بالزبدة، تكون باردة زي ما انتم شايفين كده من التلاجة. هبدأ بقى افركهم بحيث يدوني شكل الحبيبات، مش عايزة تبقى معجنة. احط معاهم اللي هو بشر الليمون، دلوقتي انا فركت الزبدة مع الدقيق، واديني الشكل اللي هو بالشكل ده، لازم تدي الشكل ده. وبعدين هنزل عليها بالمية. المية بس وظيفتها هتلم العجين، مش هنعجن. لو عجنا مش يبقى كويس، يعني الحاجات اللي فيها زبدة ما بتعجنش. هبدأ ألم العجين بس. انا كده خلصت جمع العجين، وهشيله في التلاجة قد ما اقدر، يعني ممكن من نص ساعة لساعة ويمكن اكتر. وبعدين هبدأ اعمل الحشوة بتاعته على لما هو يتجمد لانه سايح. هقشر التفاح واقطعه بالشكل اللي يعجبكم، ممكن مكعبات صغيرة او شرايح زي جوانح كده زي ما بتقطعوا البصل. وهنبدأ نعمل الحشوة مع بعض وهتشوفوا.
دلوقتي هنعمل الحشوة قدامكم. بعد ما قشرت التفاح وحطيت عليه ليمون، معايا نص كوباية زبدة عشان نعمل الحشوة دي. لما تسيح هنحط عليها بقى السكر البني مع السكر الابيض، ومعايا القرفة ونص معلقة ملح، ربع معلقة ملح، ومعلقتين دقيق، وربع كوباية مية او اقل شوية. بذرة تفاح بذرة تفاح جاب في العجينة، جاب في الزبدة قصدي. هسيحهم بس مع بعض، وبعدين ايه هبدأ اضيف السكر. عاوزة اخلي التفاح بس يعني اقلبه في الخلطة دي شوية واطفي عليه. لما يبرد نفرد العجينة ونحشي الفطيرة. وده خليط من السكر البني والابيض. ادي الملح والقرفة. لما يندمجوا مع بعض هحط التفاح. الاول احط الميه، في ناس وهما بيحطوا فطيرة التفاح دي بيحشوا، يبدأوا يحطوا شوية مثلا توت او فراولة مع التفاح. في ناس بتحب كده. هننزل بالتفاح بعد المزيج ده ما اتعمل. نقلبه بقى ياخد تشويحة كده، يدبل شوية عشان لما نحطه جوه الفطيرة يبقى مستوي شوية، ميبقاش ناشف. انا نسيت اقول لكم في المقادير بتاعة الحشوة ان في نص كوباية زبدة او 80 جرام زبدة، فحطيتها دلوقتي وقلت لكم عليها، وهبقى اكتبها لكم طبعا. زبدة والدقيق مقلتهمش. كده التفاح خلص معانا وهسيبه يبرد. هو كده اندمج في الخليط اللي انا عملته، وهو مش مستوي ولا حاجة يعني، بس ايه اتغلف كويس. وهسيبه يبرد وبعدين هنبدأ نفرد العجينة ونحشي.
بقيه العجين هقفل بيه الحروف العجين اللي انا قطعته ده كده، هقفل بيه الاحرف دي. ماشي، خليكم معايا. بنقفل باقي العجين اللي احنا عملناه الشرايط دي، بنقفل الحواف بالشكل ده كده. وبعدين نضغط عليها كده بايدينا. وبعدين ندهن الوش ب صفار بيض مع لبن مع فانيلا عشان تدي لمعة وتدي قرمشة، ورشة سكر بعد ما ندهن بالبيض. هتشوفوا دلوقتي خلصت اهو. هعمل فطيرة تانية. خلاص قفلتها. والعجينة اللي اتبقت قطعتها بالقطاع نجوم وحطيتها كده. ولازم نعمل شقوق في الوسط لو احنا هنقفلها بالشكل اللي احنا عملناه في الاول، نعمل شقوق عشان تتنفس وتطلع البخار. ودي خلصتها وهدهنها بلبن وصفار بيض وفانيلا. هدهن الوش وعليهم رشة سكر في الاخر عشان تدي كرانشي. وبعد لما اخلص الدهان عشان الكاميرا هتموت هحط ده. اذا ما كانش عندي ده يبقى نعمل ورق فويل في الداير كده عشان ده هيتحرق الاول قبل ما ده يستوي. ونحطها نص ساعه على 400 فهرنهايت و200 مئويه. ماشي، وهسويها بقى وتشوفوا. الفطيره خلصت معانا يا جماعه، وخدت بالظبط 45 دقيقه في الفرن على درجه حراره 400 فهرنهايت. انا قلت لكم قبل كده 30 دقيقه، بس معلش هي الكاميرا كانت بتقفل فانا اتلخبطت. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تشيروه مع اصحابكم، وتعملوا لي لايك، وتشتركوا في القناه لو عجبكم تشتركوا عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.